السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان كريم عليكم بإذن الله. إن شاء الله معانا النهاردة هوجن موديل 24. بداية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد تشفي بها أمراضنا. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وبأعداء الإسلام. إن شاء الله النهاردة هنعرفكم الهوجن موديل 24، الهوجن الكينج الفرزة التانية. معانا الهوجن اهي، بس دي الفرز التاني. طبعا الهوجن الاصلي بيبقى مكتوب هنا على المارش الهوجن، كلمة هوجن، المارش بقى مختوم. تمام. الفرز التاني يا جماعة اهو مكتوب عليه موديل 2024، وكذلك الامر على الشكمان موديل هوجن 150 موديل 2024. بص هنا على الشاسيه هنا رقبة عدلة على طول. تمام، رقبة عدلة على طول. المكنة لسه زيرو بالشحم بتاعها يا دوبك بس بتلين. هنا اتش جي على طول. في الاصلي هنا بيبقى فيه كلمة نسر، وهنا بيبقى فيه كلمة نسر. هوريها لكم في المكنة التانية اهي، النسر اهو. تمام، هنا في نسر، والمفتاح برضه بقى على علامة النسر. هنبص هنا للرقبة، الرقبة هنا المكنة بس متدربة شوية. هنا في الظرف هنا الرقبة هنا تحس ان هي فيها طبة صغيرة كده وطبة من هنا من فوق. تمام، دي الهوجن الكينج الاصلي، بس الموتور السيلفر. في نفس المكنة دي ونفس الموتور والفحر البارز والكتابة سمرة. تمام. طبعا في فرق ما بين الاصلي والمصري. المكنة دي انا سوقتها، بس طبعا يعني بصراحة احنا بنشهد شهادة حق، المكنة دي انا مرتحتش فيها. تمام، المكنة لسه زيرو بتلين. الموديل معرفش، ممكن هي المكنة دي مع ناس واخدين عليها، بس طبعا يعني دي المصري ودي الاصلي. بس طبعا دي شغال عليها ومشاوير وكده، لا حاجة تانية ما شاء الله. حتى ما بمشي طريق على سرعة بحس ان المكنة مرتاحة، صوتها مش خشن للدرجة اللي هي يعني او تحس بذبذبة او تنميل في رجلك. لا، المكنة ما شاء الله ما شاء الله على الهادي خالص وماشية وجميلة. اما بالنسبة للهوجن كويسة وكل حاجة، بس اللي ركب الاصلي مش هيعرف يركب الاتش جي. ممكن يعني انا لو اشتغلت بيها شوية وكده وخدت عليها ممكن ان انا، بس طبعا المكنة ما شاء الله برضو كويسة وتقفيلها حلو. المصري مش وحش والله، بس هو عايز محافظة بس. طبعا عشان شاب يركبها مكنة زي دي ويجري ويدغدغ ويكسر وشقلباظات والكلام ده، هيجيب اجالها بدري بدري. تمام، لكن دي يعني الحمد لله رب العالمين لما تكون مع واحد على قد مشواره على قد شغله عدته حاجته، شغل مثلا دليفري، شغل دليفري في صيدلية، الكلام ده يعني هتشتغل ومش هتقول لا. تمام، مكنة تشتغل وما شاء الله جميلة وحسب المحافظة. طبعا المكنة دي ما تتفول بنزين 92 الافضل ليها، حافظ على الموتور حافظ على المحرك الكلام ده كله. تمام، وما ننساش
برضو الوقت بتاع تغيير الزيت، خلي بالنا، شوف احنا بنحط زيت امتى وهنغير امتى. تمام. برضو معلومة هنا انا نسيت اوريها لكم، انا قلت لكم ان هنا في المارش هنا مفيش عليه كلمة هوجن. تمام. لو جينا نبص هنا على المكنة دي هنلاقي كلمة هوجن على المارش. هنرجع ونقول ان دي مكنة استيراد اصلي، ودي مكنة ودي مكنة مصري. دي شغالة ودي شغالة، بس حسب انت رجلك ومحافظتك وشغلك عليها. هي دي كده كده آلة، هتصونها هتصونك، هتزعلها هتزعلك، بس انا بتكلم بالطريقة البلدي خالص اهو. فياريت كل واحد معاه آلة يحافظ عليها ويصونها، علشان وقت ما يقول لها يلا نروح مشوار تقول له يلا يا باشا. تمام. هنا الموتور برضو مكتوب عليه هوجن بارز. تمام. هنا كلمة هوجن بس، ده علشان المكنة الأصلي. المكنة الأصلي تلاقي مكتوب عليها هوجن بس. ماشي. 150 اتش جي 150، مفيش هنا موديل. تمام. النسر، هنا النسر على المفتاح، هنا برضو النسر على التانك على العداد. حاول بس نظهره كده. في حاجة برضو ان الكتلة اليمين ده اهي بتاعت الباكم الامامي تلاقي مكتوب عليها كلام بالصيني. تمام. لو جينا نبص على المكنة، على الكتلة اللي في المكنة المصري اهي، هنلاقي كلها كلام انجليزي اهي. ثبت بس الكاميرا كده على ما تيجي عشان تظهر لحضراتكم. اهم حاجة احنا اتكلمنا في الفيديو وريناكم الفرق ما بين المكانتين. يا ريت بعد اذن حضراتكم يعني محدش يبخل علينا باللايك والاشتراك في القناة، علشان ان شاء الله هننزل لكم فيديو على المكنة الهوجن الاستيراد الفحر البارز. تمام. وفي نهاية الفيديو صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. دمتم في رعاية الله وأمنه.